بحول الله يعني لما نلقاو حل ان شاء الله من النواحي هذه ان شاء الله. يعني رغم وصول حضرتك يوم الاربعاء الا ان حضرتك فضلت انك تكون بدايه توليك للمسؤوليه لما بعد مباراه الشرطه، ايه الاسباب في ده؟ لا مش انا فضلت يعني طلب من الاداره ونشوفوا واقعي يعني وحتى انا يعني ما كنتش معارض على اساس 3 ايام يعني صعبه جدا مش تعرف خصوصيات لاعبيك خصوصيات لاعبيك وخصوصيات المنافس اللاعبين اللي على الدكه، فلابد ان تعرف كنت قدم فيها متطلبات يعني انسان يكون مضبوط في كل شيء، ما يمكنش والله هذا لا، فمن الافضل يكون الكابتن تكون مساحه، لكن المساحه استغلتها في العمل، هي الملاحظه بدايه العمل تسبقها مرحله الملاحظه والتدقيق والتشخيص على اساس تبدا عارف يعني منين باش تبدا الاهم على المهمه والعكس يعني في ظل ضيق الوقت. اخيرا كان في جلسه ما بين حضرتك وما بين الكابتن حسني عبد ربه النهارده، تفاصيلها ايه والازمه وصلت لانهي مرحله؟ يعني ما شاء الله عليكم كل شيء تعرفوه يعني ازمه ايه انا ما يعني كان في ان الكابتن حسني كان موقوف ورجع التدريبات تاني متواجد، يعني امتى نشوفه في المباريات الرسميه تاني؟ وتفاصيل الجلسه النهارده ايه؟ انا صراحه يعني وصلت وما فيش ازمه، انا وصلت حسني كان متواجد يعني طلبت الاجتماع به كصفة قائد فريق وليس اعتمادا على الأزمة اللي حصلت سابقا، فتعرف قائد الفريق هو يعني الشخص اللي يتواصل يعني مصالة العمل المدرب مع اللاعبين، ففي ظل النظام اللي باش نخدموا به ولا الناس كل تخدم به، فاجتمعت به على اساس يعني نحدد يعني كل الاشياء، تكلمنا في كل الاشياء كقائد فريق للفريق مع مدربه. موفق ان شاء الله. ان شاء الله، بارك الله فيك. تحياتي الاستاذ مدحت والاخوان معاه هناك. شكرا. يعني ده كان لقاءنا مع كابتن نصر الدين نائب المدير الفني الاسماعيلي، والان عوده من جديد الى استوديو التحليل المباراه.